السلام عليكم. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس حار بسهول الشمالية والوسطى وكذا بجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية مع نزول بعض القطارات المطرية والتي يمكن أن تكون مرفوقة بالرعد، وذلك بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة السواحل الجنوبية والأطلس الصغير. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و 14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف بالهضاب العليا، ما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 24 و 30 درجة بالشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تتبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستتراوح ما بين 21 و 28 درجة بكل من المرتفعات ومنطقة طنجة بالسواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، وما بين 37 و 42 درجة بمنطقة الغرب لوكوس الشاوية هضاب الفوسفات والماس سهول جدل الحوز، إضافة إلى شرق وجنوب أقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 28 و 36 درجة بباقي جهات البلاد. وسيكون البحر قليل هيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيل.